خسر منتخب مصر مباراة ودية دولية كبيرة أمام البرازيل. النتيجة قبل المباراة لو تقول منتخب مصر يخسر أمام البرازيل 2-1، نتيجة ترى مرضية، في النهاية هذا منتخب البرازيل. منتخب مصر شاهدت فيه الملامح اللي كنت أتحدث عنها، أنه قادر بإذن الله على تقديم أفضل نسخة. في مرونة تكتيكية من الكابتن حسام حسن، اللعب ب4 مدافعين ثم ب5 مدافعين حسب ظروف المباراة. شاهدنا بعض الأخطاء الفردية القاتلة، ولله الحمد هي في مباريات ودية ويتعلم منها اللاعبين. شاهدنا زيكو للمباراة الثانية على التوالي يسجل مع المنتخب المصري. شاهدنا مروان عطية يقدم مباراة كبيرة، وياسر إبراهيم ومحمد هاني وفتوح وحمدي اللي يلعب في مكان مو بمكانه. شاهدنا تريزيجيه يحاول، شاهدنا مرموش أيضا يحاول. طبيعي أن منتخب برازيل يكون الأفضل، طبيعي أن منتخب برازيل تكون الإحصائيات له، ما في أحد أنكر هذا الشيء، لكن أنت تبني على هذه المباراة وأخطاء المباراة والاستفادة من المباراة. أنا أعتقد منتخب مصر كان ذكي جدا بأن يلعب هذه المباراة قبل المونديال وأمام المنتخب البرازيلي وتجهيز وكأنك في المونديال وتلعب مع أكبر المنتخبات. هذا يساعدك في مباراة بلجيكا. التبديلات اللي حدثت للمنتخب المصري، إشراك حمزة لأول مرة 5 دقائق أمام البرازيل، إشراك الكابتن محمد صلاح من بداية الشوط الثاني، إشراك إمام عاشور والنقلة النوعية اللي شفناها في منتصف الملعب. مجموعة جميلة للمنتخب المصري. حتى وأنا أثناء التعليق أقول هذه التشكيلة الأساسية، وأنظر إلى قوة دكة البدلاء. وأعتقد أن منتخب مصر اليوم يقدم لنا مزيج جميل جدا من اللاعبين في مختلف المراكز. أما شوبير فتحدث عن حارس عملاق من ضمن عمالقة مصر في حراسة المرمى، وما راح أقول ابن الوز عوام، راح أقول إن شاء الله ابن الوز أفضل من أبوه. شكرا لمنتخب مصر، شكرا لهذا الأداء، شكرا للشكل اللي ظهر فيه المنتخب المصري. كامل التوفيق، وموعدنا إن شاء الله سيكون في مباراة بلجيكا، وبإذن الله سيحضر المصريون واسألوا النيل.